ولادك مجننينك وعايزين ايس كريم في الشتاء وانتي قلقانه مش عايزه تاكليهم حاجه ساقعه. طب احنا النهارده حلينا المشكله وعملت لكم ايس كريم شتوي من غير ما تسقعيه ومن غير ما تحطيه في الفريزر بطريقه سهله قوي وبطعم حلو قوي. عايزه تعرفي عملنا الجمال ده ازاي؟ كملي الفيديو للاخر وانت هتعرفي عملنا الجمال ده ازاي. يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى اخوات واحلى اصحاب واحلى متابعين في الدنيا اللي منوريني جوه القناه. الناس اللي معايا من زمان تسلموا لي، والناس اللي انضمت جديد للقناه نورتوني وشرفتوني، والناس اللي لسه ما شرفتناش تعالوا تشوفوا معانا النهارده بالذات كده حاجه حلوه قوي. لايك وشير واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك معايا كل جديد وكل حصري. ونقول بسم الله. وصفتنا النهارده سهله قوي وسريعه قوي، وبصراحه انا عاملاها لاولادي بس قلت اشارككم معايا عشان ممكن تكوني بتقابلي نفس المشكله. اولادك واحنا في الشتاء ومصممين عايزين جيلاتي، كل ما بتروحي السوبر ماركت بيقفوا على تلاجة الجيلاتي ولا عايزين يعني عايزين. فانا النهارده قررت وابتكرت والحاجه ام الاختراع، فاخترعت النهارده ايس كريم شتوي هتعمليه في الشتاء هياكلوه. ما انتش قلقانه خالص ان زورهم بعد الشر يوجعهم ان هم يكونوا بياكلوا حاجه ساقعه. هنعمله مش ساقعان خالص، هنعمله بطريقه جميله قوي. يا ريت اللي لسه ما اشتركش معانا في القناه لايك وشير ويشترك معانا في القناه عشان هتشوفوا معانا حاجات ومفاجآت جديده وحاجات حصريه ان شاء الله. اول حاجه انا معايا كوبايه كريم شانتيه، ويستحسن عشان الكريم شانتيه يا جماعه الناس اللي بتشتكي ان الكريم شانتيه ما بيربطش معاكي تجيبيه تقولي للعطار او مستلزمات الحلويات اللي انت بتجيبيه منه ان انت عايزاه فرز اولى، لان في كريم شانتيه بيبقوا ضايفين عليه لبن بودره وسكر بودره وكلام من ده. عرفين ان انت عايزاه من اللي هو بيترابط بسرعه اللي هو الفرزه الاولى. بيبقى اغلى 10 جنيه 5 جنيه بس بيديكي نتيجه وكميه احلى كمان. هنا معايا زي ما قلت لك كوبايه كريم شانتيه انا ضايفه عليها معلقتين سكر. تقدري تضيفي انت السكر على حسب الكميه اللي انت عايزاها. هقولك النهارده هنعمله ازاي وهتاكليه من غير ما تحطيه في التلاجة ولا في الفريزر ولا تسقعيه خالص ازاي، ولما تيجي تستخدميه تاني مش هترمي اللي باقي تستخدميه. اقولك تحتفظي بيه ازاي وتطلعيه برضو تستخدميه من غير ما تسقعيه ازاي. هنقول بسم الله. معايا كوبايه ميه انا هحط نصها بس، وهبدا هنا معايا طبق قشطه خالص عادي اهو من اللي بيتجاب من السوبر ماركت قشطه. هحط معلقتين. ده بديل اللبن المكثف، لو انت عايزه تحطي لبن مكثف وبيديله طعم احلى من الزبادي فتحطي المعلقتين القشطه دول وهضربهم وهشوف القوام. انا عايزه القوام بتاعه تقيل فانا ما حطيتش كل الميه، لو احتجت ميه هقولك. طبعا انا هطفي عشان صوت المضرب، هضربه وهوريك القوام اللي هنقف عليه. هنا بقى يا مرايا بصي بعد ما ضربته وبدا بس يربط القوام بدا يتقل اهو. بصي هو تقيل قوي المفروض ان هو يتضرب شويه، ازود له شويه ميه. انا استبدلت الميه بنص كوبايه تاني لبن عشان يديله غناوه كده وغذاء احلى. ممكن تستخدمي انتي كله لبن بس انا حبيته عشان يبقى خفيف ما يبقاش دسم قوي. حاطه نص كوبايه ميه ونصها لبن. وبكده بعد ما ضفت له النص كوبايه تاني لبن هبدا اضربه وهكمل ضرب. طبعا ما يعني تضربيه مش اقل من 7 دقايق لغايه لما القوام بتاعه يتقلب، وهوريك القوام اللي هنقف عليه. وبكده بعد ما ضربته بصي اخد القوام اللي هو الكريمي. بصي ما عادش بينزل من المضرب ازاي. كده خلاص تمام. هنقفل بقى المضرب وهرجع اوريكي لسه هنعمل ايه. هنا بقى معايا كيس حلواني حاطه فيه القمع بتاع البلح الشام. ممكن تستبدليه بكيس تلاجة، ممكن انتي تحطي عادي بالمعلقه قطعه من الكيس. هبدا احط كميه من الابيض. هنا بقى بعد ما عبيت شويه من الابيض هنا معايا برطمان نوتيلا او صوص الشوكولاته عملته معاكم قبل كده في القناه. هبدا اضيف شويه. لو ما عندكيش اللي هو الصوص بتاع الشوكولاته تبدأي ممكن تضيفي معلقتين كاكاو او معلقه كاكاو خام على حسب درجه اللون اللي انت عايزاها. احط كمان معلقه صوص. وهبدأ برضو بعد ما قلبته كويس هبدأ اعبي كيس الحلواني. هقولك برضو على حاجه واحنا شغالين، لو انتي حابه تعملي بلون الفراوله
ده جيليو فراولة وده جيليو مانجا، بيتجاب من عند مستلزمات الحلويات، وهنعمله مع بعض برضو بعد كده في القناة. تقدري تعمليه لو هو ابيض تحطي عليه معلقة من الجيليو ده او الجيليو الفراولة او الجيليو المانجا، هيديكي طعم الفراولة او طعم المانجا. بس انا النهارده هعمله بالشوكولاته وهعمله بالفانيليا. لو انت حابه تدي الاطعمه دي برضو انا وريتلك الطريقه اللي تقدري تستخدميها. هبدا هنا، ده معايا عمود بسكوت او بسكويت من بتاع الجيلاتي، بيتجاب برضو من عند مستلزمات الحلويات. العمود ده انا مستخدمه منه برضو شويه، يعني بيتجاب اكتر من كده 5 بسكوتات كمان، يعني تقريبا بيبقى فيه 18 او 15 بسكوته. كنت بجيبه ب10 جنيه وبعدين رجع بقى ب15. انا مش عارفه الوقت بعد زياده الاسعار هيبقى بكام، بس هو عامه يعني موفر عن ما تشتريه من بره. انت عارفه بتجيب الجيلاتيه من بره بكام. هبدا اطلع كام واحده كده اعملهم معاكم. هنا جبت معايا كوبايه عشان اقدر اثبت فيها الجيلاتي. هبدا ادي ضغطه كده. ادي مره كده. بصي بقى، احنا مش هنغلب يعني، الحمد لله. ولادك عايزين ياكلوا جيلاتي في الشتاء بجد والله. الموضوع ده انا قلت اصوره معاكم علشان انا بعاني منه جامد. ده اول جيلاتيه عملناها، هثبتها كده. بصي اعمل معاكي واحده برضو كمان. نبدا المره دي بالابيض. بصي هي الكوبايه بتساعدني ان انا اعرف اتحكم في الكيس واعرف اشتغل بيها. بتحطي بقى الكميه اللي انت عايزه تعمليها. كده بصي بقى الجمال. بعد ما عملته معاكم هبدأ برضو اديله تزيينة كده بصوص المانجا. بصي هو طعم القشطة اصلا عطيله غناوة حلوة قوي كمان. حاجة خفيفة كده بصوص المانجا. وحاجة خفيفة برضو كده بصوص الفراولة يديله طعم حلو. بصي التزيين ده بقى بيرجع لك وعلى حسب الخامات اللي عندك. هبدأ اديله برضو شوية شوكولات شيبس كده. وبكده بصي الجمال بقى، نكون عملنا احلى جلاتي شتوي تقدري تاكلولهم في نفس الوقت. طيب اللي فضل معايا هنخزنه ازاي؟ هتعبيه في اكياس او في علبه وهتحطيه في الفريزر، وساعه لما تيجي تستخدميه بتسيبيه لما يفك خالص ويبرد، وبعدين بتضربيه ضربه بالمبرد على بالمضرب بمضرب الكهرباء زي ما عملناه، زي ما تكوني بتعمليه اول مره. بتضربيه ضربه خفيفه كده بالمضرب عشان يديكي نفس القوام الحلو. ما يبقاش مفرغ مطرح ما حطيتيه في الفريزر. وتعملوه لهم بنفس الشكل. وزي ما وريتلك كده كيس البسكويت بتاع الجيلاتي بيقعد معاكي وقت طول ما انتي مغلفاه كويس وقافله الكيس كويس، عمره ما هيطرى معاكي، بيقعد معاكي بالسنه كمان. بصي بقى القوام وبصي الجمال. وزي ما قلتلك تقدري تبدلي انتي الالوان بالصوصات، تعملي كذا لون زي ما انتي حابه. لو عجبتك الفكره بتاعتنا النهارده واستفدتي بيها، احلى اطفال واحلى متابعين في القناه. يلا قولوا لمامتكم تعملها لكم زي ما انا عملتها لاولادي. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. وبلاش تاكلوا حاجه ساقعه، بلاش تشربوا حاجات ساقعه في الشتاء. جيلاتي شتوي اهوت من غير ما تزعلوا نفسكم. يا رب تكون الفكره عجبتكم. احلى امهات في الدنيا. لايك وشير واشتراك في القناه وفعل زر الجرس. في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.